مزرعة العم زاهر وقدوم شهر رمضان. تجمعت الحيوانات والطيور في مكانها المعتاد انتظار العم زاهر. حضر العم زاهر وهو يحمل فنجان قهوته وتبدو عليه علامات الفرحة والسعادة. ألقى العم زاهر تحية الصباح على الجميع واطمأن عليهم. قال العم زاهر للجميع: يا أحبائي، كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، شهر الخير والبركات. اقتربت الحيوانات والطيور والتفت حول العم زاهر وقالت: كل عام وأنت بخير يا عم زاهر، هل ستفعل مثل كل عام يا عم زاهر؟ قالوا العم زاهر: أجل يا أصدقائي، نرتب المزرعة ونعلق الفوانيس والزينة لاستقبال الشهر الكريم، لكن أولا علينا جمع الثمار والتمر والخضار لنقدم الهدايا للجيران والأحباب والأقارب والمحتاجين. قال الحمار: متى سنذهب إلى السوق لنشتري ما نحتاجه؟ قال العم زاهر: نذهب الآن، ليس معنا وقت. وأثناء الحديث وقفت عربة أمام المزرعة. سمع الجميع صوت أطفال. أسرع العم زاهر وقال: هذا صوت أحفادي. فتح العم زاهر باب المزرعة واستقبل ابنته وأحفاده قائلا: أهلا أهلا، يا مرحبا. عانق العم زاهر ابنته وأحفاده وقال: كم أنا سعيد جدا، كنت أشتاق إليكم. قالت الابنة: كل عام وأنت بخير يا أبي، لقد أتينا لنهنئك بشهر رمضان الكريم، أحضرنا لك الزينة والفوانيس لنزين معك مزرعتك الجميلة. قال الأحفاد: يا جدي، أحضرنا بعض الهدايا للحيوانات والطيور، وأحضرنا السكر للحصان وأطواقا للكلاب، هل تسمح لنا يا جدي بتقديم الهدايا؟ ضحك العم زاهر وقال: تفضلوا يا أحفادي. فرحت الحيوانات والطيور بالهدايا. بدأ الجميع في العمل، العم زاهر وابنته وأحفاده، حتى الطيور والحيوانات ساعدت في الترتيب والتزيين. كان الحمام يحمل الزينة ويطير بها إلى الأعلى. امتلأ المكان بأجواء الفرحة. أحضر العم زاهر الطعام والفواكه والخضار الطازج. تناول الجميع الطعام وهم يتبادلون الحكايات والذكريات الجميلة. وسرعان ما اقتربت الشمس من المغيب وأوشك اليوم على الانتهاء. قالت ابنة العم زاهر: هل تسمح لنا يا أبي بالعودة؟ أطفالي في الصباح يداومون على الدراسة. نظر العم زاهر إلى أحفاده وبدت عليه علامات الحزن. اقتربت ابنة العم زاهر من أبيها ومسحت على كتفه وقالت: لا تحزن يا أبي، سنأتي في أول يوم في رمضان للإفطار معك. ابتسم العم زاهر وعانق ابنته وأحفاده وقال: كل عام وأنتم بخير، أنا في انتظاركم أول يوم إفطار، الرجاء منكم عدم التأخير، وأحضروا معكم أبوكم، أود رؤيته. قدم العم زاهر لابنته التمر والفواكه والخضار واللبن، وقال لها: أعط منه لجيرانك وأحبائك والمحتاجين من حولك، وهنئي الجميع بقدوم رمضان. ودع الجميع بعضهم بعضا. قال العم زاهر: هيا يا أصدقائي للراحة، وفي الصباح إن شاء الله نعود إلى عملنا مجددا لجمع الهدايا وتهنئة الجيران والأقارب بقدوم الشهر الكريم.